السلام عليكم. طبعا النهارده وصلني كتاب مستر محمد صلاح، عاوز ان شاء الله اعمل له ريفيو. فيلا خلينا نبدا، بسم الله. مبدئيا في حاجات كتير ان شاء الله. يعني انا مستغرب ازاي ده كله 220 تقريبا، تقريبا 220. خلينا نبدا بسم الله. طبعا خلي الحاجات دي على جنب. طبعا في حاجات كتيره ما شاء الله. ده ايه ده؟ دي اللي هي لخص دروسك. مبدئيا خلينا نبدا في الاول بكتاب الشرح. طبعا زي ما انتم شايفين اهو كتاب الشرح على صورة مستر محمد صلاح. نشوف. طبعا دي محتويات الكتاب، يعني مش كتاب السنة كلها طبعا. النحو الوحدة الأولى والوحدة التانية والوحدة التالتة والمفعول به والظرف. وطبعا لأ، ده فيه البلاغة كلها، البلاغة هي كاملة. والأدب عندك المدرسة الكلاسيكية، الاتجاه الوجداني، مدرسة الديوان، مدرسة أبولو، فن المقال. طبعا معظمهم أخدناهم في تانية ثانوي أصلا، بس حلو. حلو ناخدها تاني. في عندك دي المحتويات. التعبير عندك، بس هو ده المحتويات. ده كده بالنسبة لكتاب الشرح. خلينا نشوف كتاب الأسئلة. بسم الله. طبعا هو المستر عامل مقدمة في الأول، ودي تقسيمة المحاضرات زي ما انتوا شايفين كده. دي تقسيمة المحاضرات، يعني الكتاب ده يشتمل لحد المحاضرة السادسة عشر اللي هي 16. طبعا دي أول محاضرة اللي هي مبتدأ والخبر. زي كده. دي الكواليتي. كواليتي يعني جميلة، بس هي يعني كواليتي بصراحة حلوة يعني. ف طبعا زي كده لحد المحاضرة الستاشر بقى، بعد كده الكتاب يخلص. خلينا نروح على الكتاب اللي بعده. عندك ده كتاب الامتحانات الشاملة. مستر محمد صلاح كل 5 محاضرات بينزل امتحان شامل. هو تقريبا كان على المحاضرات من الأولى للخامسة زي ما انت شايف. ودي حلوة إن أمسك الامتحان وأتدرب عليه. اللي هو مثلا أحدد 3 ساعات وأحل امتحان كأني في امتحان آخر السنة. فأنا بتدرب على امتحان آخر السنة من دلوقتي، ودي فكرة حلوة خالص. فده بالنسبة لكتاب الامتحانات الشاملة. طبعا عندك بقى لخص دروسك. دي اللي مستر محمد صلاح قال عليها طبعا. اللي هو أنا مثلا أخدت المحاضرة الأولى. مثلا المحاضرة الأولى أخدت مثلا أهو اسم الفاعل، أخدتهم تمام. فأنا أقوم ماسك القلم وكاتب بقى ألخص درس تلخيص، أنا تلخيص مختصر عشان لما أرجع للدرس ما أقعدش أرجع للكتاب. لأ، أنا بص على التلخيص أفتكر كل حاجة، لأن أنا أكون اللي لخصت. فدي فكرة حلوة، وكمان بتثبت المعلومة. فجميل لحد دلوقتي. عندك الكتاب اللي بعده، كتاب الأسئلة اللي وردت في امتحانات ثانوية عامة. وطبعا ده أهم حاجة، لأنك تفهم دماغ اللي حط السؤال، اللي حط الامتحان. لأنه ده هو تقريبا نفس مستوى الأسئلة اللي هتلاقيه في آخر السنة. فأنت تفهم دماغ اللي بيحط الامتحان، المستشار اللي بيحط الامتحان. طبعا زي ما انتم شايفين أسئلة دور تاني 2022، دور تاني دور أول 2022، استرشادي دور أول دور تاني، اللي هو ده الأسئلة اللي من الوزارة. طبعا ممتاز جدا إن أتدرب على أسئلة الثانوية العامة من دلوقتي، ودي تقريبا موجودة في معظم الكتب. فتعال نشوف اللي بعده. النصوص المتحررة. يعني حاطط النصوص المتحررة طبعا في كتاب لحال، ودي حركة حلوة خالص. انك تحس انك عايز نصوص متحررة، ادخل على كتاب لحال، ما تدخلش في كتاب وتدور على النص فين وتدور على الصفحة. ده كتاب لحال للنصوص المتحررة. وطبعا احنا عارفين ان النصوص المتحررة عليها اكبر درجة في الامتحان اخر السنة، فلازم نتدرب عليها كويس. فهو ما شاء الله حاطط قطع كتير. النصوص والقراءة اكتر درجات في اخر السنة طبعا. زي ما انتم شايفين هنا النص، بعد هنا اللغويات، يعني حتى انك تحاول تفهم النص منها.
المعاني يعني معنى ما فهمتوش تفهم النص منه. وحتى كاتب حتى تعالى افهمك. لا ممتاز. في عندك بقى هنا البلاغيات، البلاغة يعني في النص، محسنات البدعية، الأساليب، بس يعني حركة حلوة. اللي بعده عندنا قصة الأيام، طبعا زي ما انتم شايفين كده. طبعا حلو حركة إنه برضه يحط القصة في كتاب منفصل، لأنه حتة إنه تحط القصة في كتاب كبير مثلا. حط القصة هنا فأقعد أفتح الكتاب وأقعد أدور على القصة، وكتاب تقيل. لا لا لا، حاجة خفيفة كده، تحسش إنك أصلا بتذاكر، تحس إنك بتقرا كتاب كده، قاعد كده بتقرا كتاب. زي كده الكواليتي، وبصراحة الكواليتي ممتاز يعني. بصراحة يعني على السعر 220 جنيه يعني. كل دول لسه في حاجات تانية يا جماعة. يعني حرفيا دول أتوقع جايين بمخسر على مستر محمد صلاح. اللي بعده عندك يعني طبعا قفصة. طبعا قفصة دي فكرتها جميلة، عاملة زي كده كتاب التميز اللي هو بيكون جزء التريكات. انت مثلا عندك امتحان شامل، ف هتقعد بقى تدور على التريكات والبيلعب على فين. لا، انت تكون كاتب تريكاتك هنا. مثلا مستر محمد صلاح نزل الامتحان الشامل على اول 5 محاضرات، انت تذاكر اول 5 محاضرات وتحل وتظبط دنيتك. تيجي بقى هنا تقرا ملاحظاتك اللي انت كتبتها. صراحة فكرة جميلة خالص، صراحة ابداع. ايه ده، الكتب ما خلصتش يا جماعة. بص يعني ده وقصة والقفساء وكتاب الشرح وكتاب النصوص وكتاب الامتحانات الثانوية العامة وتلخص دروسك وامتحانات شاملة وأسئلة ولسه في حاجات تانية. عندك دي رسالة من مستر محمد صلاح. أتوقع يعني قريتوها اللي قالوا الكتاب يعني. هبقى أراها، أنا ما قريتهاش أصلا. عندك بعديها الحتة دي الصراحة يعني أحلى حتة. يعني حاجة كده برا التعليم شوية. قاوم حتى النهاية. لا لا، حلوة جميلة. لا، الشاي أحط البتاع دي كده، أشرب الشاي بقى مزاج. عندك طبعا الاستيكرات. طبعا لسه معايا استيكرات مستر خالد صار يعني. نادرا لما احط استيكرات، بس بصراحة يعني حاجة جميلة. بس شوف ابداع والله، استيكرات يعني فعلا رهيبة ما شاء الله. جميل. عندك بقى اهم حاجة، دي اللي هسند عليها التليفون. بص هو انا هستخدمها استخدام تاني الصراحة. يعني انا بذاكر على الايباد، والايباد ليه مسند زي كده. فانا بذاكرش من التليفون عشان الايباد زي ما انتم شايفين شاشته كبيرة طبعا. فانا دي هستخدمها كستاند للتليفون. يعني انا، هو ازاي تتركب؟ ازاي تتركب يا جماعة؟ حرفيا انا مش عارف اركبها ازاي. هبقى اشوف بعد لما اخلص الفيديو ازاي اركبها. عندك اخر حاجة طبعا القلم. حتى مستر محمد صلاح حطيت لك قلم. هو بيقول لك مش هتنزل تجيب حاجة من المكتبة. يعني حرفيا كل حاجة جايبها لك. حتى القلم مش مفهوم ازاي اصلا. ايه ده، ازاي يتفتح يا جماعة؟ مش عارف افتحه. اه، اتنيه كده ماشي. بصراحة يعني ازاي دول ب 220 ما اعرفش. بصراحة انا ما اعرفش ازاي كل ده ب 220. يعني عندك كتاب الاسئلة اول حاجة اهو، كتاب الاسئلة، كتاب الامتحانات الشاملة، الرسالة دي طبعا. عندك كتاب لخص دروسك طبعا. عندك كتاب اسئلة الثانوية العامة. عندك النصوص المتحررة. عندك كتاب الشرح. عندك قصة الايام. عندك قفصة. مش بس كده، لا، عندك بتاعة الشاي دي. عندك ستاند تليفون. وعندك ستيكر كمان. طبعا كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام.